الحقيقه هو مصنع مبل الشرق ابتدى من 1944 زي ما قلتي، احنا بقالنا 81 سنه في السوق. ابتدى بجدي حلمي عبد الهادي واخوه زكي بورشه صغيره، عنده باشن رهيب لصناعه الكراسي من الخشب، والتطور جه واحده واحده ان بقينا مصنع كبير معروف في الدول الاوروبيه ودوله افريقيا كلها من وجمهوريه اكبر مصر العربيه. المصنعين والمصدرين ما شاء ده الله. واقدم مصنع كمان، احنا سجل صناعي رقم 7. ويعني الحقيقه مر جدي بظروف كتيره منها التأميم، لكن كان مصمم ان هو يبتدي من الصفر تاني. بعد ما كنا اسمنا مصنع كرسي هلال الشرق وابلكاش امبابه، كنا بنعمل الابلكاش اللي هو الخامه وبنعمل المنتج برضه. وبعد ما تأممنا ابتدى تاني من أول وجديد بورشة صغيرة، ووصل ان هو سمى المصنع مبل الشرق اللي هو حاليا موجود في مدينة نصر، وفي المصنع بقى بالإنتاج، خطوط الإنتاج الكبيرة في مدينة بدر. فأنا فخورة ان أنا بنتمي للأسرة دي، وكان فيها إرادة انه يبقى المصنع ده علامة. عشان كده كان بيطلع علينا إفيه ورا مصنع الكراسي. ايوه، وانتوا عاملينها هنا في تي دي اس كمان. بالظبط، عاملينها في تي دي اس، بس احنا واخدينها بالحته البوزيتيف. يعني الناس كانوا واخدينها زي الفريق بتاع ليفربول، ان هو اي حد هيخسر هناخده ورا مصنع الكراسي. لا، احنا واخدينها ان احنا كنا علامه، وكان الناس شايفه ان احنا حاجه بارزه جدا في المكان، وورانا الدنيا فضا، فاحنا كنا اكتر حاجه بارزه في المكان ده يعني. حلو قوي البوزيتيف ثوت ذاتس واي مصنع الكراسي كان علامه في المنطقه كلها يعني الحقيقه.